فيتامين بي 12 اللي هو السيانوكوبولامين. فيتامين بي 12 اللي هو السيانوكوبولامين، ده الاسم العلمي بتاعه، اسمه سيانوكوبولامين. فيتامين بي 12 مهم لايه؟ لاخراج الطاقه من الاكل. يخرج الطاقه من النشويات والدهون والبروتين، يديك الطاقه من الاكل. مهم جدا برضو ليه؟ للاعصاب وللحاله المزاجيه، ويقلل لك الشعور بالتعب والارهاق. زائد كمان فيتامين بي 12 قلنا مع فيتامين بي 6 مع الفوليك اسيد بيكسر الماده اللي اسمها هوموسيستاين اللي بتزود ريسك الجلطات القلب. ماده الهوموسيستاين دي بتزود ريسك الجلطات القلب، بتعمل لزوجه في الدم، تخلي الدم يتجلط. ففيتامين بي 12 مع فيتامين بي 6 مع الفوليك اسيد بيساعدوا على تكسير ماده الهوموسيستاين دي، فبيحمي من امراض القلب. طب المميز بقى في فيتامين بي 12 في حاجات مميزه قوي، حاجتين مميزين لفيتامين بي 12. اللي هو مسؤول عن انقسام الاربسيس كرات الدم الحمراء، عشان تنقسم كده تخرج من المصنع من نخاع العظم كرات الدم الحمراء اللي بتنقل لك الاكسجين. خلاص بيبقى بتتصنع فين؟ في نخاع العظم. عشان تنقسم كده في خلايا اسمها الخلايا الجذعيه الستيم سيل، دي جوه نخاع العظم، دي بتنقسم كده تكون لك الاربسيس كرات الدم الحمراء. الانقسام ده عشان يتم لازم ايه؟ كرات الدم الحمراء عشان تبقى اتنين كده وتنقسم وتطلع في الدم وتشتغل لازم فيتامين بي 12 ولازم فوليك اسيد. ففيتامين بي 12 مسؤول عن انقسام الاربسيس. رقم 2 فيتامين بي 12 مهم جدا للاعصاب، هو اللي بيصنع لك الغلاف المايلين شيس، غلاف اللي على العصب. العصب يا دكاتره عامل زي السلك بتاع الكهرباء. خلاص، فالسلك بتاع الكهرباء ده متغطي، الغطا بتاعه ده خلاص ده اللي هو في الاعصاب اسمه المايلين شيس. يبقى دكاتره الاعصاب بتاعتنا المتغطيه كده بحاجه بغلاف اسمه مايلين شيس. المايلين شيس ده مسؤول عن نقل الكهرباء في العصب، يخلي الاعصاب توصل الكهرباء فتقدر تأدي بقى الوظيفه بتاعتها. تمام؟ فيبقى انا فيتامين بي 12 يا دكاتره مهم جدا، يصنع المايلين شيس، يصنع الغطاء بتاع الاعصاب فيساعد على توصيل الكهرباء في العصب. زائد كمان مهم لانقسام الاربسيس، لذلك لو قل فيتامين بي 12 الاربسيس مش هتنقسم، فتلاقي الاربسيس طالعه خليه كبيره كده ملهاش اي لازمه، حتى انا بسميها ايه؟ كبيره وهبله. تلاقي يقول لك نوع انيميا، تلاقي الاربسيس عددها قليل انيميا، ويسموها ميجالو بلاستيك انيميا، انيميا الخلايا الكبيره، تلاقي الخلايا الاربسيس كبيره في الحجم كده ملهاش اي قيمه وما بتنقسمش، يسموها ميجالو بلاستيك انيميا. ماشي؟ الاربسيس فقدت وظيفتها وكبيره على الفاضي. زائد كمان بيعمل التهابات في الاعصاب الطرفيه، تلاقي الاعصاب بقى من المايلين شيز ما تكونش عليها، فتوصيل الكهرباء في العصب قل، فيحصل التهابات في الاعصاب الطرفيه. يقول لك يا دكتور عندي حرقان في الرجل، لسع في رجلي، انا عندي يا دكتور مشكله في الاعصاب، عندي التهابات في الاعصاب بسبب نقص فيتامين بي 12. تمام؟ يبقى نقص فيتامين بي 12 مميز قوي بحاجه اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، انيميا الخلايا الكبيره. زائد كمان ايه؟ التهابات الاعصاب. لذلك تلاقي ايه المرضى الناس اللي عندها التهابات في الاعصاب، الناس كبار السن بقى اللي عندهم التهابات في الاعصاب تملي بياخدوا حقن فيتامين بي 12. الحقن اللي هي الحمراء دي، نيوروفيت ونيوروتون وديبوفيت، تمام، وتراي بي وبيتولفيكس. الحقن الحمراء دي اللي بتبقى فيتامين بي 12 فيها، دي بتساعد على علاج التهابات الاعصاب، بتصنع لهم المايلين شيس، تخلي العصب يرجع لطبيعته. تمام؟ والناس اللي عندها انيميا لما بنحلل لهم الاربسيس واللي هي كبيره كده في الحجم يبقى دي نقص فيتامين بي 12، فبيدوا لهم فيتامين بي 12 تلاقي الاربسيس ترجع لطبيعتها، تبدا تنقسم بقى وتلاقي الايه؟ الاربسيس ترجع لايه؟ لطبيعتها ووظيفتها. اوكي؟